السلام عليكم. القضية الأغرب من الخيال، الزوج اللي طلع على وسائل التواصل الاجتماعي وبيتكلم على المشكلة بتاعته، اللي اتكلم مع أكتر من عالم روحاني واتكلم مع أكتر من شيخ وداعي وداعية إسلامية في الموضوع بتاعه، اللي طلع وقال إن الزوجة بتاعته بيسكنها الجن العاشق وهو بيشعر بالغيرة. الزوج اللي متجوز أكتر من 14 سنة، اللي شغال في وظيفة كبيرة جدا في إحدى البنوك الانترناشونال، يعني الوظيفة بتاعته بتدخله مورد كويس من الفلوس. والزوجة برضو اللي كانت شغالة نفس المهنة، كانت شغالة كاونتر أو شغالة محاسبة برضو في إحدى البنوك الانترناشونال، وتعرفوا على بعضهم من أكتر من 14 سنة، وهما الاتنين من منطقة مصر الجديدة. الزوج اللي بيقول اتجوزت زوجتي على حب وعلى قناعة تامة بالزوجة دي، وقرر بعدها على طول ان هي تبقى شريكة حياته. بعدها على طول راح لأهلها اللي هم المفروض في منطقة واحدة وجيران في نفس المنطقة، وتمت الخطبة وتمت بعدها الفرح وتم الجواز. بعدها بسنتين مراته قررت ان هي تقعد علشان تربي ولادها. كانت في الوقت ده في ال 14 سنة عندها 3 أولاد، أكبرهم عنده 14 سنة. الزوج اللي بيحكي وبيتكلم بحسرة ومش عارف يقدم محضر في مين أو يعمل في محضر في مين أو يفضح نفسه أكتر من كده إزاي. الزوج اللي قال بعد سنتين قررت مراتي إن هي تسيب الشغل أو تاخد أجازات منه وترعى أولادها. القرار الحكيم اللي أنا كنت شايفه كويس جدا، وقررت في الوقت ده ان هي تعمل الموضوع ده. والحمد لله زي ما بيقول على لسانه ان الفلوس كانت كويسة، يعني بيقدر يصرف كويس جدا في البيت. المكان بتاعه بيقول ان هو عنده عربية وهي عندها عربية، يعني في المجمل الحالة الاقتصادية بتاعتهم كويسة جدا. زي ما بنقول ان هو قعد 14 سنة في موضوع الجواز، بيقول اخر 3 سنين وتحديدا السنتين الاخر حس بحاجات غريبة جدا. لقى ان مراته كل شوية بتبعد عنه خطوة ورا التانية، لغاية لما قرر ان هو يراقب تصرفاتها، بالرغم من ان هما واخدين على بعض على حب 100%، وبالرغم ان زوجته معروف عنها بحسن سلوكها اللي معروف في المكان كله. لما قعد يراقبها فترة معينة وما كانتش بتخبي التليفون المحمول بتاعها ولا حاطة باسوردات ولا أي حاجة، دخل في مرة على التليفون بتاعها، وكان من ضمن المحظورات ليها وليه إن واحد منهم أو كل واحد منهم له خصوصياته، يعني محدش يمسك حاجة حد إلا لما يستأذن. دي قواعد ومبادئ، صح غلط ملناش دعوة بيه، هما مستريحين على كده. لغاية لما قرر في يوم من الأيام إن هو يمسك الموبايل بتاعها علشان يلاقي الشات الجنسي الكامل المتواجد ما بينها وما بين أحد الأشخاص الغرب اللي ما تعرفوش نهائيا، وباين في الكلام في أول الكلام إن هما الاتنين لسه متعرفين على بعض في خلال ساعة أو ساعتين. وبعدها على طول بعتت له صور جنسية كتيرة ليها، وبعتت له برضه كلام شات على الجنس كتير جدا. الزوج اللي قرر على طول ان هو ينفصل عن زوجته في نفس الوقت، وبالفعل طلقها على طول، ولكن علشان الفضيحة وعلشان أكبر أولاده عنده 13 سنة، وعلشان الفضيحة ما تكبرش بأكتر من كده، وخصوصا إن هو كمان داخل على منصب كبير في البنك اللي شغال فيه، قرر إن هو يرجعها. وقد كان رجعها وقعدت معاه، ولكن قاعدين مع بعض كأنهم ما يعرفوش بعض. في الوقت ده قرر الزوج التالي أو قرر الزوج الآتي، قرر الزوج إن هو ياخد مراته ويوديها لمعالج روحاني. بالفعل وداها لأحد المعالجين الروحيين، يعني الدجلة أو الصحراء أو أيا كان. في الوقت ده بعد ما وداها هناك قال له الشيخ الروحاني أو المعالج الروحاني إن مراتك لابسها جن، والجن ده مش سايبها. بعدها على طول دخل في حوارات كتيرة جدا، لدرجة ان الزوجة قررت هي كمان ان هي تخش في الموضوع او تخش في نفس الحكاية اللي قالها المعالج الروحاني، اللي قالت انا بعاشر جني من فترة كبيرة وبعاشره ومستمتعة بيه ومش عايزة اي حاجة الا هو. الزوجة اللي قالت للمعالج الروحاني الكلام ده كله، وقالت له انا بحس بحاجات معينة وجنس معين وبستلذ بالحاجة دي، زي ما بتقول الجن العاشق هو اللي لابسني او حاجه زي كده اهو. ما علينا، المعالج الروحاني اللي اكد للزوج ان الست دي لابسها جني معين، علشان كده هي بعدت عنه في خلال السنتين او الثلاثه الاخرى.
الزوج اللي ما صدقش اي حاجه من الحاجات دي كلها وقرر ان هو يروح لاحد اكبر الدعاة الاسلاميين في مصر، وبالفعل وراح حتى لجنه الازهر، وراح الازهر، وراح لشيوخ الازهر، وراح لكل الشيوخ اللي هو يعرفهم او الناس المقربين منه، ودوه للشيوخ دي اللي اكدوا له ان الحاجه دي وهميه، ولازم يطلع من الكلام اللي هو فيه ويطلع من الحاله اللي مع مراته كمان فيها، ويتكلم في الحاجات الدينيه الصريحه، يعني يشتغل بالرقيه الشرعيه فقط لا غير، وما يجيبش كمان شيخ ولا يجيب شيخه ولا اي حاجه من الحاجات دي علشان يعالج مراته، لا، كل اللي يعمله ان هو يقرا على زوجته الرقيه الشرعيه. الزوجه اللي ما تقبلتش اي شيخ يجي لها في البيت، قال اكتر من بره جبت لها اكتر من شيخ معروفين وداعيه اسلاميه كبار جوه البيت، ولكن في الوقت ده كانت بتنتابها صرع او بينتابها بعض الموضوعات الغريبه اللي بتحصل عليها، اللي اكدها شهود العيان كمان اللي كانوا موجودين وهم متواجدين معاهم في الجلسات دي، اللي قالوا في الوقت ده ان هي بتتغير ملامحها وبيتغير شكلها وبيتغير كلامها، علشان تجزم وتؤكد في الموضوع ان هي اللي بيتحكم في مشاعرها واللي بيتحكم في كل رغباتها الجنسية مع الجن العاشق اللي هي بتحبه. في المجمل اللي احنا سمعنا عليه ان كانت هتحصل جريمة قتل، ان الزوج ده كان هيقتل مراته، ولكن زي ما بيقول فضل من عند ربنا بالحكمة بتاعته ان هو قرر ان هو يعيش معاها، ولكن شغال لغاية اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي، شغال مع المعالجين الروحيين وشغال كمان مع الناس الدعاة الإسلاميين، وكل شوية بيسأل حد معين عن الموضوع بتاعه، هل الجن العاشق موجود ولا مش موجود؟ هل الجن ممكن يمارس الجنس مع سيدة ولا لا؟ مش هنقول كمان مع ان الراجل ممكن يمارس الجنس مع جنية ولا لا، لان الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه في الحالة اللي احنا بنتكلم فيها بتاع السيدة وجوزها. هل في حاجة زي كده ولا لا؟ هل حضراتكم سمعتوا عن الجن العاشق ولا لا؟ زي ما بيقول ان احدى الدعوات الاسلاميات او الداعيات الاسلاميات والمعالجات او المعالجه برضو اللي هي المعالجه الروحيه، بيقول او بتقول لزوجها او للسيد ده او للراجل ده اللي هو زوج السيده دي، ان زوجتك على طول بتمارس العاده السريه مع نفسها، علشان كده هي دخلت في ليله تانية خالص وممكن تكون اتلبست من الجن. حاجات كتيره قوي دخل فيها وحوارات كتيره اتكلم عليها، ولكن في المجمل ما طلعش بمعلومه معينه. قريت اكتر من مره في اكتر من مصدر في الحاجات اللي زي كده، ولكن برضو ما عرفتش اطلع بحاجه معينه، ما عرفتش فعلا هل الجن العاشق ده موجود ولا مش موجود، الجنيه العاشقه دي موجوده ولا مش موجوده، هل ممكن ممارسه الجنس مع الجن ولا لا، برضو ما عرفتهاش بنسبه 100%. انا مش مخضرم في الدين، ولكن هقرا في الكلام ده كله علشان اعرف الحقيقه بتاعت المواضيع دي شكلها ايه. ولكن الزوج اللي اتكلم في الموضوع ده هو كل اللي بيتكلم عليه انه هو في مرحله متاخره وممكن يطلق مراته للمره الثانيه، والمفروض اللي كان طلقها وما كانش رجع لها، ولكن علشان ولاده اضطر ان هو يرجع لها في المره الاولانيه. رايكم في الزوج ده ايه والحكايه دي ايه؟ ومحدش يقول ان الحكايه دي مش متواجده. اللي عايز يسمع ويقرا يخش على جوجل او يدخل على اليوتيوب ويتفرج على البلاوي اللي موجوده بسبب مواضيع المعالجين الروحيين او الناس اللي هي بتعاشر جن او السيدات اللي هي بتعاشر جن او اسمه الجن العاشق. رايكم في حاجه زي كده ايه؟ ويا ترى سمعتوا عليها ولا لا؟ ورايكم المهم جدا لو حد عنده حاله زي كده يبعت لنا، عل وعسى نفهم منها الدنيا ماشيه ازاي. سلام عليكم.